يعني على سبيل المثال هقولها معلومة سريعة. احنا عندنا عادة في مصر انا ما اعرفش سببها ايه، وهي شرب الشاي بلبن الصبح. ايوه. ببساطة شديدة حامض التانيك اللي في الشاي بيرسب الكالسيوم والفوسفور اللي في اللبن يخليني ما امتصوش. انا بقول وبسمعها كتير من الناس يقول لك الحمد لله انا ما بشربش الشاي ساده، قال يعني هو كده عمل ميزه. ده بالعكس هو كده خسر. كلنا بنشرب شاي بلبن ده يا دكتور. دي مشكله. خسرنا اللبن وفوائده، لان انا باخد من اللبن ايه؟ باخد الكالسيوم والفوسفور. ايوه. وخسرت فوائد الشاي، لان الشاي له فوائد. في سيوفيلين يوسع الشعب الهوائيه، في فلافونويد حلو مضاد للاورام ومضاد اكسده، في حامض التانيك اللي هو بيرسب الكلام ده، بيدي وقايه من الاورام الى حد كبير، بيرسب الكوليسترول. وعشان كده في صعيد مصر الناس اللي بيشربوا الشاي المغلي بتنخفض عندهم مشاكل امراض القلب الوعائيه. ياه. بالظبط. ولكن لو شربت الشاي مغلي بعد اكله فيها معادن ضاعت المعادن. انما اشربه مغلي ورا ايه؟ ورا اكله دسمه، ورا مشلتت، ورا جاتوهات، تورت، ماشي. يعني حاجه فيها دهون. بالظبط كده. وعلشان كده التغذيه بقولها باستمرار لم تعد مجرد معلومات، بل فن اداره نمط حياه. اكل ايه مع ايه واشرب ايه امتى. هنا ده المفتاح. استاذ محمود المخرج بيقول لحضرتك يعني كتر الشاي كتير غلط برضه؟ اي حاجه كترها غلط، واي حاجه الحرمان منها غلط. سمعت بقى؟ دي نقطه في منتهى الاهميه. دايما بقول للناس الف ب تغذيه صحيه هي لا افراط ولا تفريط. لو طبقنا المبدا ده محدش هيتعب. لا افراط ولا تفريط. مفيش غذاء اسيبه لان الله ما خلقش حاجه مالهاش قيمه. سبحان الله. ومفيش غذاء انكب عليه. احنا نحيا في منطقه وسطيه من الكون، ولذلك لا يناسبنا الا كل ما هو وسطي. عشان كده اخد من ده جزء واخد من ده جزء واخد من ده جزء، ما نكبش على شيء وما منعش شيء. بسمع كتير قوي ممكن اخد برضو يعني الشاي الاسود زي الاخضر زي كل الشايات، كل واحد كله ليه نفس الفوائد، كله نفس الفوائد. ولكن الشاي الاخضر فيه انواع انزيمات ايجابيه للكبد وايجابيه للمراره، لكن ما بيخسس. لا ما ده هزار طبعا. لا انا اتكلم في موضوع